السلام عليكم. انهيار وجنون الإعلام الجزائري بعد طلب المنتخب الليبي اللجوء إلى المغرب بعد اعتداء اللاعبين والجماهير الجزائرية على المنتخب الليبي بعد انتهاء مباراة الجزائر وليبيا. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ عطر فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد انتهاء مباراة المنتخب الليبي مع المنتخب الجزائري في افتتاح الشان بالجزائر، والتي انتهت بفوز المنتخب الجزائري بهدف نظيف، فقد اعتدى اللاعبين الجزائريين وبعض الجماهير التي اقتحمت أرضية الميدان بعد انتهاء المباراة وانهالوا ضربا على لاعبي المنتخب الليبي الذين لم يفعلون شيئا سوى أنهم انهزموا أمام الجزائر في تلك المباراة. فقد صرح رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشليماني وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الليبية وقال: نحن نرفض أي اعتداء وتطاول جزائري على لاعبي المنتخب الليبي الذين لم يفعلون شيئا، فلماذا يعتدي الجزائريون علينا ونحن منهزمون؟ فما بالكم لو كان فاز المنتخب الليبي بتلك المباراة؟ أعتقد أنهم كانوا سيقتلون كل ما هو يحمل الجنسية الليبية في هذا الملعب، ونحن طلبنا من السلطات الجزائرية العودة إلى بلادنا وهم رفضوا سفرنا إلى ليبيا أو تونس، ونحن الآن نطلب اللجوء إلى المغرب من أجل إنقاذنا من تلك العصابة التي اعتدت أيضا على المنتخب المغربي من قبل في نهائي كأس البطولة العربية للشباب، وانهالوا ضربا على المنتخب المغربي دون أن يفعل لهم شيئا. ومن هنا أقول للمغربي فوزي لقجع أنك أحسنت الاختيار بعدم ذهاب المنتخب المغربي إلى الجزائر، لأنكم كنتوا ستقعون في نفس الفخ. وفي النهاية لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.